السلام عليكم ورحمة الله متتبعي قناة أم خولة، مرحبا بكم ونتمنى تكونوا بصحة جيدة إن شاء الله وأحوالكم طيبة وبخير وعلى خير. كما كتشوفوا معايا اليوم غادي نحضر معكم أو نشارك معكم طريقة ديال الكيك كوكيز. صراحة كتجي أكثر من رائعة بطبقة اللي كتجي مقرمشة وفي نفس الوقت مرملة وكتذوب في الفم بواحد الكريمة اللي لذيذة في الوسط. صراحة كتستحق التجربة، فنتمنى تكملوا معايا الفيديو للأخير وتشوفوا المقادير والطريقة. فصراحة مقادير اللي في المتناول، ونتمنى يعجبكم الفيديو. ندوزو للمقادير. غادي نبداو بتحضير الكريمه في الاول باش نخليوها تبرد. غادي نحتاجو في المقادير 2 معالق كبار ديال سكر سنيده. الحلاوه كتبقى على حسب الذوق، يمكن لكم تضيفوا، فانا 2 معالق جاتني هي هذيك. عندي هنا 3 المعالق ديال الكريم باتيسير، يمكن لكم تعوضوها بالنشا، ولكن الكريم باتيسير كتعطيها مذاق ولذة احسن. عندي هنا شوكولا تقريبا، عندي هنا واحد 14 قطعه، ونصف لتر من الحليب. كناخذوا كاسرول كنوضع فيها الكريم باتيسير او كما قلت لكم يمكن لكم تعوضوه بالنشا. كنضيف سكر سنيده، كنبدا بالنواشف عاد باش غادي نضيف لهم الحليب شويه بشويه، ويمكن لكم تضيفوا ساشي ديال الفاني. كنخلط مزيان حتى كي يندمجوا هاد العناصر وما يبقاوش دوك الكريات ديال الكريمه. عاد باش غادي نضيف كميه الحليب المتبقيه. شفتوا معايا، ضفتها بالتدريج حتى تجانسوا دوك العناصر. عاد باش ضفت الكميه ديال الحليب المتبقيه كنوضعها على البوطه مع التحريك المستمر حتى غادي تبدا كتعقد. ما كتعقدش حتى كتشد راسها يعني بزاف، غير واحد شويه. غادي نوريكم بواحد الملعقه القوام ديالها. كما كتشوفوا كتكون باقيه ليكيد. صافي غادي نطفي عليها البوطه ونضيف لها القطع ديال الشوكولا. الكميه كتبقى على حساب الرغبه، شحال ما ضفنا لها الشوكولا شحال ما كتجي لذيذه اكثر. غادي نضيف لها الشوكولا وكنحركها حتى كتذوب غير في ديك الحراره ديال الكريمه. وكيمكن لكم الا بغيتوا تضيفوا واحد المعلقه كبيره ديال الكاكاو في الاول مع الكريمه ملي كنكونوا نخلطوا في الاول. عاد باش تضيفوا عليها الحليب كتبقى اختياريه. من بعد ما كيتذوب لي ديك الشوكولا كنوضعها في واحد الاناء ديال الزجاج باش نخليها تبرد، وكنغطيها مزيان بالبلاستيك الغذائي. كنحاول اني نلمسها مع السطح ديال الكريمه هكا باش ما كتكوناش ديك الطبقه، ونتركها جانبا كنخليوها تبرد. وندوزو باش نحضروا العجين ديال الكيك ديالنا. بالنسبه للعجين فغادي نحتاجو فيه معلقه كبيره ديال النشا، معلقه كبيره ديال الكاكاو، عندي هنا 2 معالق ديال السكر سنيده، عندي 2 ساشيات ديال الخميره ديال الحلويات من وزن 7 غرام، ساشي ديال الفاني، 2 معالق كبار ديال الزبده، عندي هنا كاس الا ربع ديال الزيت، 2 ديال البيضات، والدقيق اللي غادي يكفانا باش غادي نجمعوا هاد العجينه. تقريبا عندي هنا واحد 500 غرام. كناخذ الزبده، فانا هنا خديت الزبده ديال العبار نوعيه ممتازه، يمكن لكم تستعملوا المارغرين فقط كتكون بدرجه حراره المطبخ. كنضيف رشه ملح والساشي ديال الفاني، سكر سنيده، فانا هنا درت فقط 2 معالق، يعني مع الكريمه كتجي الحلاوه هي هذيك. كنخلط مزيان الزبده وسنيده. فالطريقه ديال هذا الكيك سهله وبمقادير في المتناول وكتجي لذيذه، فنتمنى تجربوها، اكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا حتى كترجع عندي على شكل بوماط. غادي نضيف الزيت كاس الا ربع، العبار بكاس العنبه،
فالطريقه ديال هذا الكيك العجينه ديال هذا الكيك بحال العجينه ديال الصابلي، بحال غادي نخدموا العجينه ديال الصابلي. يمكن لكم تستعملوا الفوي، فانا خدمت يديا كيجيني احسن باش نخدم الزبده مزيان. يمكن لكم تستعملوا الفوي او الضراب الكهربائي باش تربحوا الوقت. هي اصلا ما كتاخذش نهائيا الوقت، يعني بسرعه كتوجد. غادي نضيف البيض، 2 ديال البيضات، وحتى هما يكونوا بدرجه حراره المطبخ باش ما تبردناش الزبده. كنخلط مزيان حتى كنتحصل على كريمه. من بعد ما تجانسوا دوك العناصر كما كتشوفوا، غادي نضيف المعلقه كبيره ديال النشا، المعلقه ديال الكاكاو، فانا هنا عندي الكاكاو المر، يمكن لكم تستعملوا الحلو. الا ضفتوا الحلو فكتنقصوا من الكميه ديال السكر. كنضيف نفس الكميه ديال الدقيق، كنبقى نضيفو غير بالتدريج، وكنضيف 2 خمارات ديال الحلوه كما قلت لكم من وزن 7 غرام، فئه 7 غرام. كنبقى انا نجمع العجينه وانا كنضيف الدقيق. تقريبا هنا عندي 500 غرام. العجينه كتكون رطبه وفي نفس الوقت ما كتلتصقش باليدين تماما، بحال العجينه ديال الصابلي، بحال غادي نخدموا العجينه نتاع الصابلي. انا كنجمع وانا كنضيف الدقيق. كتبقى كميه الدقيق على حسب النوعيه ديال الدقيق، كاين اللي كيشرب وكاين اللي لا. فانا هنا عندي قلت لكم تقريبا 500 غرام. المهم هو ان العجينه تكون رطبه وما كتلصقش في اليدين كما قلت لكم بحال العجينه ديال الصابلي. فغادي نبقى نجمع فيها حتى نتحصل على العجينه اللي كتكون رطبه كما كتشوفوا وما كتلصقش في اليدين. غادي نقسم العجينه ديالي، اللي نحاول نقسمها غادي يكون واحد الجزء صغير وجزء يكون كبر منه. وهذا الجزء الصغير كنشكل منهم كرات وكنخفيهم، وكناخذ لاطه من الاحسن تكون كتفتح من الجوانب. فانا دهنتها هنا بالزبده، يعني غير كاحتياط لان اصلا الزبده عفوا العجينه فيها الزبده ما غاديش تلصق. وكناخذ العجينه الكبيره وكنحاول اني كنسرحها في المول. كديروا كما درت انا، كنسرحها مباشره في اللاطه او كتسرحوها ما بين 2 ديال البلاستيكات وعاد باش تحطوها. فانا يعني كنشارك معكم الطريقه سهله بالنسبه لي انا، فهاد الطريقه اسهل. وكنبقى نسرحها من الوسط وانا كندي للجوانب لان غادي نطلعوها في الجوانب ديال اللاطه كما كتشوفوا. كنضغط وكنحاول اني كنطلعها بالاصابع ديالي على اللاطه. نتمنى تكون الصوره واضحه. ما تحتاجش شي مجهود.
فانا هنا عندي لاطه متوسطه في الحجم، يعني دوك اللي كيكونوا متوسطين، ماشي صغيره وماشي كبيره. كما كتشوفوا كنحاول نقادها بالاصبع ديالي في الاطراف باش ما تجيش يني غليظه. كنبقى غاديه هكا حتى كندور عليها كامله كنقادها هكا. كنطلعوا لها الجوانب باش من نديروا فيها الكريمه ما كتزلعناش. وغادي نوضع الكريمه ديالي بعد ما كتكون بردت. كما كتشوفوا كتكون باقيه ليكيت، يعني ماشي شاده راسها بحال الكريم باتيسير اللي كنحضروا، يعني تكون عاقده. وكنحاول نوزعها بواحد الملعقه باش كتجي يعني موزعه الكيكه. ومن بعد كناخذوا العجينه اللي خلينا صغيره وكنحاول كنبسط مرسو بمرسو وكنحطها باش كتجي داك الشكل ديالها من الفوق. صراحه كيجي رائع. كما يمكن لكم تسرحوها ما بين جوج ديال البلاستيكات يعني وكتوضعوها من الفوق. انا هاد الطريقه كما قلت لكم كنشارك معكم الطريقه اللي كتجيني ساهله، يعني في نظري انها يعني ساهله وكتجي حتى الشكل ديالها راقي. كنبقى هكا كنبقى ناخذ مرسو بمرسو كنسرحو ما بين يديا وكنحطو فوق. كنحاولوا نغطيو الكريمه في الوسط. اما بالنسبه للجوانب فغادي نهبطوا دوك العجينه اللي طلعناها. كنبقى نرققها ما بين يديا وكنغطي بها الكريمه حتى ما تبقاش باينه لنا الكريمه. غادي نبقى غاديه هكا حتى نغطيها كامله. من بعد ما كنكون غطيت يعني في الوسط الكريمه بديك العجينه كنرجع للجوانب وكنبقى نهبطهم على الكريمه بهذه الطريقه. كتعذبناش نهائيا بسهوله كتغطى صافي حتى كنكملها. كنحاول نقاد البلايص اللي يعني كيكونوا باقيه فيهم الكريمه باينه. كنحاول نقادها بيديا ومن بعد كنرشها بحبيبات الشوكولا هذوك الخاصين بالكوكيز صافي. وغادي نكون ندخلها للفرن كيكون بارد. فصراحه انا طيبتها في الفران اللي بارد وضعتها في لاطه اللي تقل منها وخليتها طيب على نار مهيله على خاطرها تقريبا واحد 45 دقيقه حتى يعني كطيب لنا من الاسفل. وكنهبطوها تحمر واحد شويه من الفوق ونخرجوها. وهذه الكيكه ديالنا بعد ما طابت كما كتشوفوا معايا فكتجي مقرمشه من الفوق وديك الكريمه كتجي طريه من الوسط. هذا هو الشكل ديالها كما كتشوفوا معايا. وكنقدموها في صحن التقديم. كيكه اللي طريقه سهله وبسيطه ومقادير اللي في المتناول وكتجي راقيه. فنتمنى تجربوها صراحه كتجي لذيذه يعني تستحق التجربه. كما كتشوفوا كتجي ديك الكريمه من الداخل وديك القرمشه والعجينه كتجي يعني كتذوب في الفم. فنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. واكيد الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم كالعاده ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد وبارائكم او اقتراحاتكم في لي كومونتير. والى اللقاء والى فيديو جديد ان شاء الله.